أكثر الحيوانات سامة على وجه الأرض. تعتبر السموم وسيلة دفاع وهجوم فعالة تستخدمها الحيوانات لحماية نفسها أو قتل فرائسها. يلي نظرة على أكثر الحيوانات سامة على وجه الأرض وتأثير سمومها على البشر. أولاً، قنديل البحر الصندوقي بوكس جيليفيش. يعتبر قنديل البحر الصندوقي كيرونيكس فليكري أكثر الكائنات البحرية سامة على وجه الأرض. يعيش في المياه الساحلية في المحيط الهادئ والمحيط الهندي، وخاصة في منطقة شمال أستراليا. سم القنديل الصندوقي قوي جدا، ويمكن أن يسبب شللا عصبيا حادا، توقفا للقلب، وصعوبة في التنفس، وهو قد يكون قاتلا خلال دقائق. لدى القنديل أكثر من 60 ذراعا، كل منها يحتوي على آلاف الخلايا السامة. ثانيا، ضفدع السهم الذهبي Golden Poison Dart Frog. ضفدع السهم الذهبي فيلوباتس تيريبيلس هو ضفدع صغير لكنه خطير جدا. يعيش في غابات أمريكا الجنوبية المطيرة، وهو معروف بجلده السام الذي يفرز مادة سامة قاتلة تسمى الباتراكوتوكسين. يمكن لاسم هذا الضفدع قتل 10 رجال بالغين بلمسة واحدة. القبائل المحلية كانت تستخدم سم هذا الضفدع لتغطية سهامها واستخدامها في الصيد، وهو ما أكسبه اسمه. ثالثاً، الأفعى التايبان الداخلية إنلاند تايبان. الأفعى التايبان الداخلية أوكسيورانوس مايكروليبيدوتوس هي أكثر الأفاعي سامة في العالم. تلقب أيضاً بالأفعى القاتلة، وتعيش في المناطق النائية والجافة في أستراليا. سم التايبان الداخلية يحتوي على مزيج من التوكسينات التي يمكنها قتل إنسان في غضون 30 دقيقة. لسعتها تحتوي على مواد تسبب تلفاً في الأنسجة وتؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي وتوقف القلب. رابعاً، الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء Blue Ringed Octopus. على الرغم من حجمه الصغير وشكله الجذاب، إلا أن الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء هابالوكلاينا يعتبر واحداً من أكثر الكائنات السامة في البحار. يحتوي سم هذا الأخطبوط على مادة التترودوتوكسين، وهي مادة قوية جداً تكفي لقتل 26 إنساناً بالغاً في غضون دقائق قليلة. التسمم بهذه المادة يؤدي إلى شلل سريع، فشل في الجهاز التنفسي، والموت في حالة عدم تلقي العلاج بسرعة. خامساً، العقرب الهندي الأحمر Indian Red Scorpion هوتنتوتا تاميولوس. يعد واحداً من أكثر العقارب سمية في العالم، ويتواجد بشكل رئيسي في الهند وباكستان وسريلانكا ونيبال. لسعة هذا العقرب قد تكون قاتلة للأطفال والكبار على حد سواء. السم يؤدي إلى شلل الجهاز العصبي وزيادة ضغط الدم وتشنجات عضلية حادة، وقد يؤدي إلى الموت في حالات خطيرة. سادساً، السمكة الحجرية ستون فيش. تعيش السمكة الحجرية سينانسايا في المياه الدافئة الضحلة في المحيطين الهندي والهادئ، وتشتهر بأنها أكثر الأسماك سمية في العالم. تحتوي زعانفها الظهرية على أشواك مغطاة بغدد سامة، ويمكن للسم أن يسبب آلاما مبرحة، صدمة عصبية، شللا عضليا، وفشلا قلبيا. لسعتها قد تؤدي إلى الوفاة في حالة عدم التدخل الطبي السريع. سابعا، القاتل الملعون فانل ويب سبايدر. تعتبر العنكبوت الأسترالي القمعي الشبكة أتراكس روبوستوس من أخطر العناكب في العالم. تعيش في مناطق محدودة في أستراليا وتشتهر بسمها الفتاك. يؤثر سم هذا العنكبوت على الجهاز العصبي المركزي، ويعد لسانه مؤلما جدا، مع تأثيرات جانبية مثل التشنجات والشلل. قد تسبب الوفاة في غضون ساعات إذا لم يعالج اللدغة. ثامناً، أفعى البحر ذات الرأس المنجل بيلتشرز سي سنيك. تعتبر أفعى البحر ذات الرأس المنجل هيدروفيس بيلتشري من أكثر الأفاعي سامة على الأرض. رغم أنها نادراً ما تهاجم البشر، إلا أن سمها قوي جداً. تستطيع كمية صغيرة من سم هذه الأفعى قتل أكثر من 1000 شخص بالغ. السم يسبب شلل العضلات وفشل الجهاز التنفسي. تاسعاً، النملة الرصاصة بولت أنت بارابونيرا كلافاتا. تعرف بواحدة من أقوى اللدغات في عالم الحشرات. تتواجد هذه النملة في غابات الأمازون المطيرة. على الرغم من أن لدغة النملة الرصاصة نادراً ما تكون قاتلة، إلا أن الألم الذي تسببه شديد للغاية ويشبه ألم الرصاصة، ما جعلها تكتسب هذا الاسم. الألم قد يستمر لساعات ويصاحبه تورم وتشنجات. عاشراً، الضفدع الأزرق السام Blue Poison Dart Frog دندروبيتس تينكتوريوس. هو ضفدع صغير وجميل من الغابات المطيرة في أمريكا الجنوبية. رغم جاذبيته فهو سام للغاية. جلد الضفدع يفرز مادة سامة تمنع الإشارات العصبية في الجسم، مما يؤدي إلى شلل تام. على الرغم من صغر حجمه، فإنه قادر على قتل الحيوانات الكبيرة
مثل الطيور والثدييات. كيفية الوقاية من هذه الحيوانات السامة؟ الابتعاد عن مناطق الخطر. إذا كنت في منطقة تعيش فيها هذه الحيوانات، فمن الأفضل توخي الحذر وعدم الاقتراب منها. في المناطق التي تنتشر فيها العقارب أو العناكب السامة، ارتداء الملابس الواقية مثل الأحذية العالية والقفازات. تجنبوا السباحة في مناطق مشبوهة. في المناطق التي توجد فيها قناديل البحر الصندوقية أو أفاعي البحر، يجب تجنب السباحة بدون حماية.